السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم بقصه جديده، واحد القصه مشيقه بزاف. المهم انا هناء كنتمي لواحد العائله المهم جد متوسطه. عندي الابوين موظفين، يعني الام موظفه وتا الاب استاذ والام استاذه. المهم كانوا مقابليني في الدراسه وكيحكروا، يعني ما نبداش نخرج، ما عندهمش داك القضيه ديال تباتي في شي بلاصه ولا تخرجي وطولي البروك. هما من داك النوع اللي خصكي تخرجي تمشي للمدرسه وتجي، الا كنتي خيره غتخرجي معاهم. المهم انا كنقرا في السنه الثانيه في لافاك في الجامعه، كنقرا القانون. المهم ديما واحد صاحبتي كانت معايا المهم كتخرج كتمشي للحفلات كتسهر وكل شيء، وديما كتقولها ليا، ولكن انا ما كانوش كيخليوني والديا. ديما كتقولها لي ديما، حتى لواحد النهار قالت لي ولا بدا غتحضري لواحد الحفله واعره. وكان داك الوقت راس العام. مشيت صافي تغدينا انا وماما وبابا، صافي بقيت شويه جمعت لما يعني كلشي وجيت باش نطلب الوالده ديالي امي ديالي باش نقول لها عافاك خليني. قلت لها ماما عافاك بحكم الامتحانات ديال لافاك قربوا، خاصني نوجد ليهم باش ما يرجع ليا والو كريدي. وبقيت كنطلب فيها، بقيت كندعي يا ربي توافق يا ربي. المهم بقيت كديا تنفكر، بقيت كتفكر وحيتي بحكم ان ما غاديش تبغي بنتها تسقط، حيت هي يعني استاذه وهذا ما تبغيش بنتها تسقط. صافي وهي توافق. فاش وافقت مشيت انا، المهم قرينا داك النهار، مشينا خرجنا، مشيت عند صاحبتي، المهم لبسنا وداك الشيء نتوما عارفين لبس ديال الحفلات كي داير. خرجنا ناري غتصدم، مشينا لواحد البلاصه نتوما عارفين فيها غير الدراري والبنات، فيها البليات، فيها بزاف ديال الحوايج. المهم والشراب ما نعاودش ليكم. المهم انا بقيت غير كنشوف قلت الله يا ربي الله فين جابني، اش داني نجي. ناري ماما الا سقط ليا الخبار. انا كان يسحب لي حيت كنت واخا ما عارفه والو، كان يسحب لي غير حفلات عاديين، يعني فشي ريسطو ولا شي حاجه. المهم وانتم عارفين الدراري كيبقاو يتقربوا من البنات. صاحبتي اللي داتني ما بقات مسوقه ليا، مشات مع صاحبها جالسه معاه شاد فيها وشاده فيه. انا جا عندي واحد بقيت غير كنشوف، اصلا ما بغيتوش يهضر معايا ولا بزز شاد فيا وبغى يهضر معايا. ما نعاودش لكم واحد المنظر اللي خيب التعويضه. صافي المهم دوزنا ديك الوقيته. ديك صاحبها هو اللي غير رجعنا بالطوموبيل ومعاه واحد صاحبو. صافي ركبنا بالطوموبيل وما يقول ليها فين بغيتو تمشيو. قلت ليه انا غنمشيو للدار باش ننعسو. قال لها الدار، وهما كانوا اصلا ماشي في الوعي ديالهم. دانا للدار ديالو. انا ما بغيتش ننزل، شتني داك صاحبو نزلني بزز، قال لي يلاه طلعي. بغيتش نطلع، ها هي فيا وشد لي يدي وطلعني معاه. صاحبتي موالفه كتمشي مع داك صاحبها، انا ما كنتش عارفه هذا الشيء. ملي طلعنا شدني هذاك وتكرفس عليا. ناري قلت فين غنعطي وجهي، اش غادي نقول لوالديا، اش غادي نقول. المهم صيفطوني نقرا ولا صيفطوني نخرج، وعمرهم طلقوني. واحد الحاله طرات ليا ما نعاودش ليكم، تعدى عليا لواحد الدرجه بزاف، درجات شرفي مشى ضاع بزاف. فاش وصل الصباح
صاحبتي قالت لي يلاه نوضي غيبقاو يقلبوا عليك داركم. قلت لها كنت حرام، هذه هي الثقه اللي دايره فيك. قالت لي علاش شنو قويلي عادي تتيا شنو فيها. قلت لها ياك شنو فيها تي موالفي صاحبتك انايا. قلت لها نسيني، ندمت اللي عرفتك وندمت اللي تلاقيت معاك وندمت اللي خرجت معاك. ناري سقوا ليا مالي الدار، هادشي اللي طرا غيشدوني يقتلوني. المهم رجعت للدار، مشيت وحالتي حاله وصفراء. ماما كتقول لي مالك اش واقع مالك اش واقع. ما قدرتش نقول ليها، ما قدرتش كاع نقول ليها والو، ما قديتش. صافي مشيت كنجري، قلت غير باش نمشي نشرب داك الفنيده لا نحمل ولا شي حاجه وندير مصيبه على مصيبه. فعلا داكشي اللي درت، شربت الفنيده باش ما نحملش. صافي دازت داك النهار بقيت بحال شي مكتئبه، بقيت قاعده نقرا، ما بقيت قاعده ندير حتى شي حاجه. صافي كتقول لي ماما فين نهضر فين حكتي في الحفاظه في الامتحانات. كنقول لها ماما راسي راه مبلوكي قادراش نحفظ. عرفتي كنمشي لافاك جسد بلا روح، بحال شي صانم جالس والو والو. ما كنفهم، ما كان حتى شي حاجه. كنبقى نفكر في المشكل اللي طرا ليا، شنو غنقول شنو غندير. صافي واحد النهار كنت غنخوض ديك المدينه، ولكن كنقول لا ما نقدرش نخلي ماما وبابا يتفقسوا، خصوصا انا مولفاهم بزاف وكنت عزيزه عليهم وما كان ما نقصني حتى شي حاجه. صافي قلت علاش غندير نتعايش مع الحياه ما عندي ما ندير. صافي حاولت ننسى هاد الازمه. صافي وليت قلت ازمه ودازت. صافي داز داك العام الحمد لله، بعد نجحت وداكشي. صافي بحكم انا راه كنت كنقرا مزيان. صافي وصل العام الثالث كنطلوني تلاقيت مع اصدقاء جداد وداكشي. حتى واحد النهار كنت خارجه من حدا لافاك ووقف واحد السيد قال لي عجبتيني. قلت له شوف ما كاين لا عجبتك لا والو. قلت لي شوف انا عندي واحد العقده اللي خايبه من الاحسن بلا ما تدوي معايا. صافي بقى السيد مصر قال لي لا انا راه باغي كنمعقول نجي لداركم. قلت من الاحسن نفوتني عليك، انا راه ما باغا لا زواج لا والو وما مناسبكش. السيد يعني بقى لاصقني، قال لي يمكن راه غير هادي ما باغاش زعما تزوج ولا شي حاجه ولا فراسها شي حاجه. واحد النهار وقف وانا نقول له معصبه، قلت لي شوف بغيتي تعرف. بديت كنعاود ليه من اتيستيت شنو وقع ليا وشنو وقع ليا مع واحد بنت الحرام، وانا ضحيه يعني حتى حد ما غيتيقني، وانا ما لاقش لك اصلا. قال لي قال لي ماشي مشكل انا قابله بك. جا وخطبني من دارنا وهذا. هو الصراحه الله يعمرها دار، كان نعم يعني الله يعمرها دار. صافي فاش جا خطبني وداكشي تكتبتنا وتزوجت بيه ومشيت عشت معاه في الدار. الصراحه ما كان خاصني حتى شي خير، كيعاملني هو مزيان وانا كنعاملو مزيان. وبحمد لله بعدا مشى داكشي اللي كان طاري، بعدا الحمد لله مشى ليا من بالي من عقلي وبديت صفحه جديده. ولدت واحد الوليد اللي كان هو النور ديالنا انا وياه، والحمد لله اللي عطيته فرصه. ومن هاد القصه كنقول لكم عمركم تثقوا في الصحابات، عمرك تباتي برا داركم، عمرك تمشي شي بلاصه بدون الاذن ديال والديك. نهار يضربوك الحيوط راه حتى حد ما يعقل عليك من غير والديك. والحمد لله نيتي كانت صالحه، عطاني الله واحد الفرصه جديده، فرصه اللي كانت زوينه بزاف وبديت حياه جديده. المهم هذه النصيحه ديالي، ما عمركم تثقوا، الثقه ديروها في جنب. كنشكركم على استماع القصه وتسناوني في قصه جديده ان شاء الله. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي المرجو الضغط على زر لايك
وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد ديالي.